حكايتنا بتحكي عن واحدة اسمها شو إينين، عمرها 24 سنة وعاطلة عن العمل. بتيجي الست اللي هي مأجرة منها البيت وبتقول لها انها تزود الإيجار. بترد عليها بطلتنا وبتقول لها أختي جين، أليس زيادة الإيجار لديك كثيرة بعض الشيء؟ وبتقول لها ليه يصبح الإيجار في النصف الثاني من العام أكتر ب5000 يوان من النصف الأول. بترد عليها وبتقول لها ما الذي يحدث؟ إن لم تتقبلي الأمر فارحلي، يتنافس الكثيرون على استئجار منزلي. وبتكون تفكير الست صاحبة البيت إن ينتهي عقد إيجار منزلها اليوم، إن لم تقبل بزيادة السعر ستصبح بلا مأوى اليوم، أكيد هتدفع يعني. وبتقول لها ادفعي المال فحسب. وبتكون في نفس الوقت بتفكر بطلتنا صاحبة البيت بتحاول ذبحي، ومع ذلك طالما انني ذكيه بما فيه الكفايه ما ينفعش ان حد يخدعني. وبتقول لها تمام انا مش هستأجره، على اساس يعني انها ترجع في كلامها وتسيبها تأجره. وفي نفس الوقت بتفكر بطلتنا ان مفيش عندها اي مدخرات وقد تم تسريحها من العمل، عشان كده ما تفكرش الست انها تاخد اي حاجه منها. بتقول لها مش ممكن، انت هتروحي بالسهوله دي؟ بتقول لها ايوه. وبتاخد هدومها فعلا وبتمشي، والست ما بتمسكش فيها وبتقول لماذا تستأجر منزل إن لم يكن لديك مال؟ هل تعتقد حقا أن الجمال سيجذب الانتباه؟ وبتقول لها أنا مش فتاة في ال18 من عمري لأغرى بك. وبتقول لها خدي أمتعتك وامشي. في الوقت ده بتلاقي حاجة بتحصل في البيت المجاور، وبتقول ايه؟ بتبص بتلاقي واحد وسيم جدا، بيكون يا جماعة اسمه لين، عمره 20 سنة. لكن بطلتنا ما بتكونش عارفة. بتسأله إذا كان هو كمان غير قادر على دفع الإيجار لأن المالك قام بزيادة الإيجار مؤقتا. بيقول لها لأ. بتقول له اوه، وبتفكر بتقول لا بيعني ان هو فقير حقا، بل ممكن هو يكون افقر مني، لديه وجه كوجه سيد شاب لكن حياته مش كده هو كمان. وبتقول له اذا هل تخطط لاستخدام الجمال؟ بيقول لها لا، انا قلت ان انا هدفع الايجار خلال شهر. بتقول له ان ده مش جيد زي فخ الجمال. يعني في الاخر هو كمان اتطرد لما قال ان هو هيدفع خلال شهر وبيسيبها وبيمشي. بتقوله استناني انا كمان هنزل الطابق السفلي، خلينا ننزل سوا. بيكون كل واحد منهم اخد شنطته وماشي. بيبص عليهم حد كده وبيقول وجدت كنز. وبيقول يتمتع الشخصان دول بمزاجات رائعة ويبدوان مثل ابن وابنة عائلة ثرية. بيقرب منهم وبيسألهم إذا كانوا مهتمين في المشاركة في البرامج المتنوعة، عرض يمكن أن هو يجعلك مشهور بين عشية وضحاها. الاتنين قالوا له لأ. بيكمل وبيقول لهم هناك ايضا فرصة للفوز بملايين الدولارات نقدا. بتفكر هنا بطلتنا بتقول ملايين الدولارات، وبتمسك بطلنا وبتقول له استنى. بيقول لها ايه علاقة ده بيا؟ بتقول له هو قال احنا ممكن نكسب. بيقول لها انت بتصدقي كلامه؟ ممكن هو يكون كذاب. بتقول له ايه اللي انت بتخاف منه؟ مفيش حاجة ممكن احنا نخسرها، احنا مجرد مساكين. وبتقول له قد لا تكون كل الاشياء التي نملكها بنفس قيمة الساعة اللي على معصم، وعشان كده لو تجرأ على خدعنا هناخد الساعة بتاعته ونهرب. بيقول لها هنا بطلنا انت بتخافيش ان هو يخدعك وياخدك لمكان مخيف حيث لن تتمكني الهروب؟ بتترخم عليه وبتقوله انت بتفكر فيا ولا ايه؟ بيقول لها لا، اكيد مش ده الهدف. بتقول له عندنا اتصال عميق على الرغم اننا ما نعرفش بعضنا البعض الا من اقل من 10 دقايق، ولكن في الوقت نفسه ما فيش عندنا مكان احنا نعيش فيه واحنا فقراء جدا، والان تلقينا ضرر بملايين الدولارات. اعتقد اننا نستطيع الوصول للقمة معا. بيقول لها الراجل بعد أن توقع العقد سوف أخذك للعيش في فيلا كبيرة وتناول طعام لذيذ والفوز بملايين النقود. وبسألهم إذا كانوا عاوزين الانضمام ولا لأ. بطلتنا بتقول له أيوة بالتأكيد وبتسلم عليه. اسأل هنا بطل عن أي عرض هو بيتكلم وإيه اللي هما هيعملوه. بيقول له عرض متنوع اسمه من هو الملياردير الحقيقي. بتقول بطلتنا المليارديرون الحقيقيون على أي حال أنا مش الشخص ده، والشخص ده كمان مش كده. وبتقول الاسم ده ملهوش علاقة بينا، يبدو ان المليون هيروح علينا. بيقول لهم ما بيهمش الكلام ده طالما يمكنك التظاهر بانك غني كل حاجة محلولة. وبيقول لها هيكون فريق البرنامج بدعوة 4 مجموعات من الضيوف، ومجموعة واحدة بس هي الغنية فعلا. في نهاية العرض هيتطلب من الجمهور تخمين الرجل الغني. اذا نجحت في التنكر ممكن انتي تفوزي بجائزة قدرها $1,000,000. بتبص هنا بطلتنا وبتقول فقط اذهب وتظاهر بانك الملك يعني. بيقول لها يمكنك أن تقولي ذلك، وسوف يقدم فريق البرنامج لكل مجموعة من الأشخاص الأثرياء الزائفين 100,000 يوان كدعم مالي. بتفكر بطريقتنا بتقول حتى لو فشلنا فإن هذه 100,000 يوان هي رسوم عمل لمدة 5 أيام. وبتقول له أعتقد أننا نستطيع توفير بعض المال من المبلغ ده، حتى لو فشلنا لا يزال بإمكاننا توفير 100,000 يوان وهو صفقة جيدة. وبتكون موافقة جدا. بيقول لهم الراجل انا تشانغي كاي مساعد مخرج البرنامج ده، ارحب بانضمامكم لينا، وبيديهم العقد عشان يمضوا.
وبتبص هنا البطلنا وبتقول له اسمك لين جين، انه اسم جميل جدا. بيتساءل الراجل وبيقول انتوا ما بتعرفوش بعضكم البعض، انا فكرت ان انتوا متجوزين. بتقول متجوزين؟ لا مش ممكن، لابد ان يكون الامر ممل جدا بالنسبة للراجل جاد زيه ان هو يقع في حب يعني. بعطيهم بطاقة الراجل بيقول لهم دول 100,000 اللي بيقدمها البرنامج وكلمة المرور هي كذا، وبيديهم رقم. بيكونوا قاعدين مع بعض وبتقوله لا يزال هناك 3 أيام حتى بدء العرض، ممكن احنا نستعد في الوقت ده. بتكون بتفكر بطلتنا وبتقول ان هو بيتمتع بهالة نبيلة ومهبة الى حد ما. هو بتسأله ازاي هنتصرف في البطاقة اللي اخدناها دي، وبتقوله تقسيم الغنائم على الفور ام ماذا. بيقول لها انا هترك الامر ليكي اولا ثم اتحدث عنه بعد العرض. بتقوله اذا نجحنا في الحصول على 1,000,000 فسيحصل كل شخص على 500,000، اذا لم ينجح الامر يمكن لكل منا الحصول على 50,000 من اصل 100,000. ده مناسب مش كده؟ بيقول لها تمام. وبيجي يوم العرض، بيجي 2 بيقولوا مرحبا للجميع، انا ييلان وهذا صديقي شاوي. حد تاني بيقول لهم إذا أنتم ثنائي فلا عجب أنني ظننت أنكم ثنائي مثالي من بعيد. بيكون الناس بتقول ده زوج لطيف جدا، أليس هذا متكلفا بعض الشيء؟ لا أعتقد أن هذين الشخصين يبدون أثرياء، حتى لو كنت تملك سيارة رولز فما زلت لا تعتبر غنيا. وبيقولوا السيارة دي بشعارها سعرها يزيد عن 100,000 يوان، مدخراتي لشراء شعار واحد. ده بيكون كلام الناس يعني عنهم، بيحللوهم يعني هل هم فعلا أغنياء ولا لا. وبيجي ثنائي تاني فوان وفيو. الناس بتكون بتقول هذان الأخ والأخت كلاهما حسن المظهر، لكن الأخ لديه ذوق فريد من نوعه. حد تاني بيقول فوان تبدو كفتاة صغيرة، هذا النوع من الغطرسة الفطرية لا يضاهى. حد تالت بيقول أيوة، على الرغم من أن ملابس ييلان كانت أكثر نبلا من ملابس فوان إلا أنها كانت لا تزال تافهة بعض الشيء. وحد رابع بيقول حقيبة فوان هي إصدار محدود من العلامة التجارية دي ويبلغ سعرها 6 أرقام. في الوقت ده بيكون جاي مروحية، وبيقول مع انه برنامج يظهر الثروة الى انه مبالغ فيه. بيكون 2 تانيين جايين، تشين جين وتشين شاوي، وبيرحبوا بالجميع وبيقولوا لهم كان في ازدحام مروري خلال ساعة الذروة الصباحية، ولا تزال أختي تواجه صعوبة في الاستيقاظ. بيكون تعليقات الناس كالعادة، حد بيقول أنا أشعر بحسد شديد من أولئك الذين يستطيعون قيادة الطائرات المروحية لتجنب ساعة الذروة الصباحية. لماذا يبدو أن هذين الشقيقين يحملان بعض المودة لكن ليس كثيرا؟ مش متأكد، لننتظر ونرى. وحد تالت بيقول سيارات ولانجيني وطائرات الهليكوبتر كلها هنا، وأنا أتطلع حقا للمجموعة الأخيرة. وحد كمان بيقول إذا لم تصل المجموعة الأخيرة بالصاروخ فسوف أنظر إليهم من الأعلى. وبيقول أجلس وانتظر مزيج الصواريخ. بيكون يا جماعة هنا المفاجأة، بطلنا وبطلتنا بيجوا على عجلة، وبتسألوا هنا بطلتنا هل من المقبول حقا أن نأتي إلى هنا بالدراجة بهذه الطريقة، وبتكون كانت هتقع وبتمسك فيه. وبيقول لها عندما تخرج يتم تحديد هويتك من قلبك بغض النظر عما تركبه. وبيقول لها طالما أنك تعتقدي أنك غنية فأنت كذلك. بتقوله تمام انت على حق. وبالفعل بيوصلوا. الناس بيقولوا لابد انهم يمرون، أليس كذلك؟ مش معقول ان هم يكونوا مجموعة من الضيوف الأخرى. وحد تاني بيقول اعتقد ذلك، قد يكون احد الموظفين لكن بالتأكيد ما ينفعش ان هم يكونوا الضيوف اللي جايين. بيقولوا مرحبا بالجميع. وبيكون مساعد المخرج بيفكر وبيقول يتظاهر الآخرون بالثراء من خلال قيادة السيارات الفاخرة والطائرات، لكن انت بتركب بس دراجة مشتركة. فعلا هو ده اللي انتوا بتعملوه؟ بتفكر هنا بطلتنا وبتقول البطل هادي جدا مثل رجل غني حقيقي، تمثيله جيد جدا. وبتكون مبهورة وبتقول رائع، أشعر إننا يمكننا أن نكون ثنائي جيد جدا. بيقرب منهم هنا مساعد المخرج وبيسألهم إزاي جت لكم الفكرة دي للمشاركة في العرض، وإزاي تجرؤوا على مقارنة ثروتك بالدراجة بالسيارات الفاخرة والطائرات. لكن هما هنا بيبرروا للناس. بتقول بطلتنا مللت من الجلوس هناك، في بعض الأحيان أرغب أيضا في حماية البيئة وتقليل الكربون. وبص البطلنا اللي بيقول أيوة عملنا كل ده من أجل البيئة. فبيتبسط من كلامهم وبيقول فريق ممتاز، وحسيت ان كلامهم حقيقي. والناس بيقولوا هل هذا النموذج الذي ينبغي ان يتحلى به الاغنياء؟ حقا اعتقد انهم اغنياء بالفعل. حد كمان بيقول موافق، في الواقع الاغنياء الحقيقيين متواضعين جدا. وحد تاني كمان بيقول كلاهما لا يملكان اي رغبات دنيوية فيما يتعلق بالطائرات المروحية والسيارات الفاخرة، اكيد هم شافوا العالم عشان كده بقوا زاهدين. وفي حد بيقول علاوة على ده
لا يظهرون أي حرج أو ذعر عند ركوب الدراجات للمشاركة في العرض. أقوالهم وأفعالهم هادئة وعفوية، عشان كده أكيد هما مليارديرات حقيقيين. بتفكر بطلتنا وبتقول لين جين ناجح جدا في التظاهر بأنه غني، أنا هستمر في العمل الجاد. وبيدخلوا وبيكونوا قاعدين كده في مكان مع باقي الأثرياء يعني، وبتيجي واحدة وتقول لقد أتيتم إلى هنا راكبين دراجة، فالعجب إنكم بطاء جدا. وبتقول لهم في المرة القادمة فقط اتصلوا بي مباشرة، وهطلب من أخ ياتي ليقلكم بالسيارة اللامبورجيني بتاعتنا. بتقول لها هنا بطلتنا هل ترغبي في إن تكون السواقة بتاعتي، انت متأكدة من ده؟ لكن بتكمل وبتقول لها ما بحبش السيارات الرياضية، بل افضل سيارة اكتر راحة، عشان كده في المرة الجاية لو كنت عاوزة ان انت تيجي تاخديني تذكري ان تقومي بتغيير السيارة. اراد فوان ان يسخر منهم لكنه سقط في النهاية. وفي حد بيقول فوان لسوء الحظ لم تتظاهر جيدا ابدا بانهم اغنياء. وبتتعصب شوان وبتقول لها ازاي ممكن انت تكوني وقحة للدرجة دي، وبتفكر ان هي كانت عاوزة تمزح معاهم وتتباهى بسيارتها. من كان يظن ان هم هيكونوا انتقائيين للغاية في اختيار وسيلة حضورهم لهنا. وبتقول لها بس قومي بركوم الدراجة، انت بتتظاهري مش اكتر. بطلنا هنا بيقول انا ايضا ما بحبش السيارات اللامبورجيني المستعملة، عشان كده ما تجوش ولا تاخدونا. بتصدم هنا الاتنين التانيين. بتقول بطلتنا هنا من خلال تعبير وجوههم هل فهم لين فعلا ما يدعوه؟ ما الأمر سيارة فوان لامبورجيني مستعملة؟ وبتقول تم تأكيد بالشكل ده ثراء فوان الزائف. وبتتساءل ازاي عرف الصبي الوسيم ده، هو مجرد تخمين ولا ايه؟ وبتقول من النظرة الأولى يمكنه الجزم بأن سيارة لامبورجيني مستعملة ده أكيد خبير حقيقي. وبتقرب منه وبتقوله انت ازاي عرفت ده؟ بيقول لها عرفت ده عشان العربية دي كانت بتاعتي اصلا. بتقول له يلا من هنا، مش من الجيد ليك ان انت تتظاهر امام وجه، احنا بنعمل ده قدام الناس بس. في حد بيقول بالمناسبة قال المخرج للتو ان احنا علينا ان احنا نهتم بفطورنا وغدائنا وعشائنا، ماذا تريدون على الغداء؟ حد من الزوجين التانيين بيقول يوجد مطعم ياباني في شارع كومي وهو مش سيء، ولكن عليك ان انت تحجز حجز مسبق، ولكني أحد الشخصيات المهمة عندهم، عشان كده أستطيع تخطي الخطوة دي. إذا كنت تريد أن تأكل يمكنني أن أدعوكم جميعا لتناول الغداء معا. بتيجي الأخت التانية وبتقول ما أجمل الطعام الياباني، لما لا تجرب الطعام الغربي بقى؟ أعرف مطعم غربي رائع من فئة ال5 نجوم يقدم لحوما طازجة وخدمة ممتازة، وبتقول إن هي هتدفع الفاتورة. وبيقول الراجل اللي معاها مفيش مشكلة في الطعام الغربي، أنا ما بحبش الطعام الياباني، عشان كده هنطلب طعام غربي أنا وأختي. الزوجين التالتين بيقولوا أعرف مطعم غربي فريد جدا لا يقبل سوى 5 طاولات في اليوم، أنا أعرف رئيس المطعم ده، فلماذا لا ندعو الجميع لتناول الطعام معا؟ بتقول له هنا اللي معاه لا ما تروحش. بترد واحدة تانية من الأزواج التانيين وبتقول ليه السيدة تشين مش عاوزة انها تدفع تمن ده ولا ايه؟ الزوج الاولاني اللي اقترح الطعام الياباني قال ان هو يستطيع ان هو يدفع عليهم كلهم. كل حد بيقعد يقول هحاسب انا، افضل حل عندي، وبيتسابقوا يعني. فجأة بتطلع واحدة وبتقول بالمناسبة لماذا لا تتحدث السيدة شو بطلتنا يعني؟ بتقول هنا بطلتنا اللعنة الموضوع يصطدم بيا مرة أخرى، مش عارفة أقول إيه وبتتوتر. بيفكر بطلنا وبيقول مثيرة للاهتمام إزاي هتحل ده، وبيقول لو أعطت إشارة أستطيع أن أنا أساعدها أكيد. وبتقول لهم هنا شو إنين استمعوا إلي جميعا لثانية واحدة، لا داعي لإضاعة الوقت على هذا الشيء الصغير. وبتقول لهم إليك التالي، اليوم ستولوه فوان، وغدا شاوي، وفي اليوم التالي تشينجين. بيقعدوا يقولوا بصراحة مقالته شو إن يبدو معقولا، لكن هناك شيء غريب. وحد تاني بيقول لماذا تتصرف كأنها المديرة وتضع الخطة دون أن تنفق سنت واحد بنفسها. بتكون هنا بطلتنا بتتابع السوشيال، ناس بتكون بتقول إنها مجرد وجبة غداء واحدة، لماذا يتقاتلون كما لو أنها مسألة حياة أو موت. بيقولوا فريق شوئينين ولينجين هادئ جدا، أجواء مليارديرية تماما. وحد تاني بيقول كده لازم يكون القائد هادي وثابت غير مغرور، لابد أن شوئينين هي مدير تنفيذي غامض. وحد تاني بيقول اعتقد تماما ان شو إينين ولينجين من نخب المليارديرات الحقيقيين، شخصيات كبيرة حقيقية. وبتفكر هنا بطلتنا وبتقول يبدو ان العمل يسير على ما يرام المرة دي، حان الوقت لضرب الحديد وهو ساخن وتأجيج الامور اكتر. بتيجي هنا فوان وبتقول انتم جميعا تتسولون منا مقابل 3 وجبات، مش كده؟ انتوا عاوزين تاكلوا بالمجان، لكن
بطلتنا بتقول لها الأمر بسيط دلوقتي، لقد أصررتم جميعا، ليس الأمر وكأننا أردنا الطعام المجاني. وبتقول لها وهل نحن حقا من النوع اللي بيهتم بتكلفة 3 وجبات؟ بترد عليها فوان وبتقول لها مين يعرف. قامت راحة قايله لها بطلتنا إذا كنتي مش عاوزة تدفعي قولي وأنا هدفع ده. بيكون الكل بيرد وبيقول مستحيل احنا هندفع. يفكروا في ان احنا جميعا هنا بنتباهى بثروتنا، ازاي ممكن ان احنا نمنح للاتنين دول فرصة للتباهي بها. وبتكون فوان واخوها متضايقين جدا. يطلع واحد وبيقول خلونا نعمل مقترحات وشوقينين نتناوب على الطعام. طول بطلتنا انتهى الامر، تم تجنب الازمه اخيرا. وبطلنا بيقول لم اتوقع منها ان تحل كل شيء بنفسها، لم تكن تخطط حتى لتطلب المساعده مني. بيجي الزوج الاول وهو بيقول ركوب الدراجات الى هناك سيأخذ وقت ضخم، هل تريد الركوب معنا؟ بتقول بطلتنا شكرا هيكون ده رائع. وبيكون تفكيرها مين هيركب دراجة رديئة لما تكون هناك سيارة رولز لويس، وبتركب معاهم وبتكون مبهورة. وبتقول في الواقع دي أول مرة أركب عربية زي دي. وبتقول يجب أن أقول إنها حقا أموال منفقة بشكل جيد، هي أكتر راحة بكتير من السيارة العادية. لكن سرعان ما بتبص للبطل وبتحاول تقلده، وبتقول أنا بحاجة إلى أن أبقى هادئة أيضا، أنا ملياردير الآن، لا أستطيع أن أبدو كأنني لم أرى رفاهية من قبل. بيكون الزوج الأول بيقول بصراحة أنا حاسس إن أنا السواق اللي بيقود للسيد الشاب والآنسة. الناس بيكون تعليقاتها لماذا يبدو شوين ولين جين كزوجين إلى حد ما، حتى طريقة جلوسهم متطابقة جدا، يبدو كأنهما جاء من نفس القالب. وحد تاني بيقول أيوة أنا كمان حاسس بده، سمعت أن مطعم ياباني يكلف أكتر من 10,000 للشخص الواحد، يا له من مكان فاخر. نرى من سيخطئ ويكشف هويته الحقيقية. بالفعل بيوصلوا وبيقدم مشروب ليها وبتقوله شكرا. هو بتقول بطلتنا كما هو متوقع من شريكي لقد أتقن الأمر تماما، لم يعيقني على الإطلاق. وبيكون بيتساءل إذا كنت تعرف تقطع شرايح اللحم ولا لأ، وهي بتبصله وبتقول إن هو بيمثل بشكل رائع. بيفكر هنا وبيقول أيوة أكيد، هنا هي بتطلب المساعدة مني. بياخد منها الطبق وبيبدأ يقطعه هو وبيعطيها طبق. يكون الناس بيقولوا الاتنين دول يخفيان شيء ما بالتأكيد، يأكلان فقط يحدقان ببعض. الجميع يعلم أن الصديق هو العذر السائد، إذا لم يكن هناك شيء بينهما فسأقوم بضرب نفسي. وحد التاني بيقول كلاهما مليارديران، إنه توافق فاخر. طبعا بتكون فوان متضايقة جدا وبتقول البث المباشر بأكمله بيركز على الاتنين دول، لازم ان انا افصل بينهم بطريقة ما. وبتبدأ تتكلم وبتقول ييلان تلك القلادة المرصعة بالأحجار الكريمة، هل هي الجديدة من علامة تجارية ايه؟ وبتقول لها انها رائعة جدا، لم استطيع حتى الحصول على حجز، انا مستاء للغاية. ترد عليها وتقول لها فوان حقيبتك هي الإصدار المحدود من الماركة دي، أليس كذلك؟ لم أستطيع أيضا شراءه. بترد عليها وبتقول لها أعتقد إن احنا عندنا ذوق متشابه، أنا أيضا أحب أسلوب تصميم غويري. وبتبص لبطلتنا وبتقول لها ماذا عنك يا شوين؟ ما هي ماركة ملابسك؟ تبدو جميلة جدا. بتقول لها هنا بطلتنا أفضل بعض علاماتنا التجارية المحلية المستقلة عن العلامات التجارية العالمية. وبتقول لها انها عصرية وأصلية بأسعار معقولة، لا أعتقد انها تخسر أمام العلامات التجارية الأجنبية الشهيرة على الإطلاق. وبتقول لها ما أرتديه الآن من علامات تجارية محلية صغيرة ليس باهظة الزمن. وبتقول لها إذا عجبك يمكن انت تعثري عليه من على النت. بتقول تمام، كنت عارفة ده، مساكين الآن لن يصدق مستخدمو الإنترنت أن الشيوعيين غنية بالفعل، مش كده؟ وبتبدأ تبص على النت واللي بتتفاجئ منه جدا، بتلاقي التعليقات دي عليه شخص ثري جدا لكنه لا يزال يدعم العلامات التجارية المحلية. وحد تاني بيقول شيوعيين تتحدث نيابة عني، ما بال هؤلاء معجبين بالعلامات الأجنبية جدا، سواء كانوا أغنياء أم لا، فأصوت لفريقهم مهما حصل. كله بيقول إنه بيدعم فريق شيوعيين. وبتقول لماذا يمدحها الجميع، وبتبدأ تتعصب جدا وتخرج عن شعورها وبتقول لها ايه اللي انت بتتظاهري من اجله بحق الجحيم. وبتقول لها بصي ليكي رخيصة ومزيفة، وممكن لأي شخص ان هو يقول ان انت مش كده، مش غنية يعني، لكن هنا بطلنا بيقول لها ساعة اخيكي هي المزيفة الحقيقية. طبعا بتعصبه جدا. بطلتنا بتقول هو بيدافع عني ولا ايه، وتكون مبسوطة ومبهرة في نفس الوقت. فوان بتقول لا تتكلم بهراء، هل لديك دليل؟ بيقول لها تحققي بنفسك لما تعودي للبراند هتعرفي اكيد، مش كده؟ وبيقول لها يمكنك التحقيق الان، دع الجميع يرون معا حقيقيا ام لا. بتقول له هنا تمام، اذا كانت الساعة حقيقية هنتظر بس اعتذار منك. بيكون هنا تعليقات الناس، السيد الشاب لين يضرب مرة اخرى بكلمة قوية، تم الكشف تماما عن اشقاء فو الذين يتظاهرون بالثراء، ده مش هينفع، لقد طردوا من اليوم الاول.
وبيقولوا فو يو وفو وان كلاهما مذنبان لدرجة أنهما لا يجرؤان على الرد. الاتنين بالتأكيد ليسوا أغنياء. كدت أن أخدع من تظاهر فو وان بأنها سيدة غنية. إن الزوج اللي هيدفع الفاتورة بينادي عن نادل، بيقول له قال رئيسنا إن هذه الطاولة مخصصة للضيوف المهمين للغاية وعلينا تلبية جميع احتياجاتهم وهي مجانية. بيقولوا بجد قال رئيسك كده؟ هل أنا ضيف مهم جدا عنده؟ وبيقول له ان هو متأثر جدا وبيكون مبسوط. بتقول هنا بطلتنا يبدو ان تشين جين هذا لديه شيء ما حقا. بيقول لها بطلنا لا هو عادي. بيكون الناس بيقولوا لابد ان تشين جين هو الملياردير الحقيقي. انظر فقط الى تلك العلاقات انها بالتأكيد ليست عادية. بيكون الناس يعني مبهورين برضو بيه وبالفلوس اللي هو ما دفعهاش اصلا وبعلاقاته الواسعة. في فترة ما بعد الظهر عاد الجميع الى الفيلا للقيام بأنشطة حرة. بتقول بطلتنا الطعام الغربي يحتوي على صحن صغير جدا. انا فعلا جعانه مره اخرى. وبتقول عشان كده لما قال البرنامج اننا نتولى وجبات الافطار والغداء والعشاء بانفسنا كانوا يقصدون اننا نطبخ حرفيا وما نخرجش ونتفاخر او ندلل الناس. وبتقول الطبق اللي يمكنني اعداده لاظهار مذاق هاني. بيجي عليها البطل وبيقول بتختاري مكونات من التلاجة، بتبصله برومانسية كده وبتبدأ تكح وبتقول مع مكانتي أي نوع من المكونات اللي ممكن يناسبني. وبيقول لها طالما عجبك حاجة فمفيش داعي للاهتمام بالآخرين. وبيقول لها انت رائعة بالفعل. بتفكر هنا بطلتنا وبتقول ما قاله لين جين يبدو حقا كشيء سيقوله شخص ثري، أحتاج إلى معرفة المزيد. وبتقول عشاء قريب من أفضل أن آكل قطعة من الكعك عشان تساعدني. يجي حد بيقول هل قام فريق الإنتاج بالفعل بإعداد كل هذه الكمية من الطعام؟ لكن البنت اللي معاه بتقول له هو احنا علينا ان احنا نطهب نفسنا، احنا عاوزين نخرج بره. بتقول تناول كميات أقل من الطعام الموجود في الخارج إنه غير صحي. والناس بتقول يبدو أنه كلما زاد ثراء الشخص زاد اهتمامه بجودة الحياة. بيوافقها هنا الرأي. يجي الزوج بتبص لزوجها وبتقول له لكن عائلتنا كانت لديها خادمات للطبخ. وبتسأل اللي معاها إذا كان يقدر إن هو يطبخ. بيقول لها تمام، أنا بوافقك الرأي. يوجد في منزلنا طهاة غربيون وصينيون بالكاد وطأت قدمي في المطبخ. بيقول واحد من الأزواج التانيين الأمر نفسه هنا، لدينا عمة تطبخ، أنا وأختي نأكل فقط ما يقدم. بيكون تفكير بطلتنا بتقول أعترف بده، أنا بشعر بالغيرة. وبتقول هنا إذن الجميع متشابهون، ماذا بعد؟ بتبصلها هنا البنت وبتقول لها هل يوجد صديقك لين جين الطبخ؟ بتقول لها هو إنه مجرد سيد شاب ساري عاطل عن العمل، لا يصلح لشيء، يأكل ويتكاسل، كيف له أن يعرف الطبخ؟ بتخبط فيه جامد على إنه يعني حد كسول ومش بيعرف يعمل أي حاجة بما إنه غني وقاعد في البيت. تقول لها مع ذلك لا يبدو كشخص كسول أبدا. تيجي كالعادة تعليقات الناس إن هما بيتباهوا بمشاكل الأغنياء، وإن شويين تنظر بازدراء إلى لين جين عجب أنهم مجرد أصدقاء. وبتقول لقد كبر ومع ذلك لا يزال كسول وعشوائي غير موثوق به على الإطلاق. عدم إعجاب شويين به أمر طبيعي. بيكونوا بيتكلموا عن بطلنا بشكل مش كويس بسبب إن شويين قالت إن هو كسول ومدلل. يجي زوج من الأزواج بيقول لازم إن أنا أسأل فوان إذن. بيتنقل بينا المشهد لفوان اللي بتقول أنفقت 400,000 يوان على تلك الساعة وهي مزيفة، من الأفضل أن تقدم لي تفسيرا وإلا سأقاضيك حتى تخسر كل شيء. بيقرب منها أخوها وبيسألها إذا كانت تقدر تطبخ، وبيقول لها وجدنا الكثير من المكونات في المطبخ لكن مفيش حد مننا يقدر إن هو يطبخ. بتقول أنا وأخينا نستطيع في هذه الحالة، دعونا نطبخ لأنفسنا فقط لا نسمم الآخرين. وبيقول فعلا ده صحيح. وناس هنا بتعلق على ساعة فوان وفويون، بيقولوا هم اشتروا فعلا ساعة مزيفة، من يدري ربما دبرت فوان الأمر بنفسها لتخدع الجميع، ففي النهاية لا يزال أمامها 4 أيام ستحاول بالتأكيد إنقاذ صورتها الغنية. وجماعة في وقت العشاء اجتمع الضيوف جميعا في المطبخ الطابق الأول بيحدوا في المكونات بغير فهم. بتكون بطلتنا بتقول إذا طبخت كويس جدا هل سأفجر خداعي؟ بيقول لها بطلنا ما زلت لا تستطيعين اختيار مكونات ومترددة جدا. الناس بتقول ها هو السيد الشاب العاطل عديم الفايدة، ظننت ان السيد الشاب لين هينتظر حتى تنتهي شوين من الطبخ وبعد كده يجي. وبيبص هنا وبيقول لها انت عاوزة بتنجان. بتفكر بطلتنا وبتقول ربما ما يعرفش لين جيم ان الجميع دلوقتي عارف ان هو كسول وكل ما بيعرفش يطبخ، والاهم من ده ما عندوش اي فكرة عن شخصيته الجديدة كوارث ثري مدلل، لانه ما كانش موجود وقت ما قالت عنه ده. بيسألها هنا ايه الخطب، انت ما بتثقيش فيا، انا ممكن اطبخ انا. بتقول لماذا اقترب مني فجأة بالشكل ده؟ بيقول لها اتركي الامر لي، معي هنا لا مشكلة.
لكن هنا ما بترضاش وبتقول له أريد أن أجرب ماذا يحدث، لماذا بدأ قلبي ينبض بسرعة، لابد أن السبب هو التوتر وخوفي من كشف أمري. فجأة انتابني شعور سيء، بيقرب منها بيقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده، انت بتجري جراحة تنظيرية على الباذنجان. بتقول له اخشى ان اجرح يدي، وبتفكر في انها بتتظاهر انها مبتدئة في الوقت الامر سهل جدا. بس الشيف شاو بتقول له كيف اشعل الموقد، بتتظاهر يعني انها متعرفش. بيقول لها لفي لليسار، وبيقول قلت للتو انني ما اقدرش ان انا اطبخ، ولكن بالمقارنة معها المبتدئة في المطبخ هل انا ماهر قليلا. والناس بيقعدوا يضحكوا على بطلتنا وبيسألوا هي فعلا أول مرة تدخل المطبخ بالمقارنة مع شوين، فهو ماهر جدا. بيقرب منها بطلنا وبيقول لها هو من ممكن وضع الخضروات أولا ثم وضع الملح. بتقوله ده صحيح، ما يهمش سواء وضعته أولا أم لا، فهو كله في الوعاء الواحد على أي حال. هو بيقرب منها تاني وبيقول لها خلينا نتولى الأمر. بتقوله ثق بي، سأقدم لك أشهى وجبة تناولتها في حياتك. بيقول لها أعتقد إنها تكون آخر وجبة في حياتي. بتقول له يحتاج الأصدقاء للثقة ببعضهم البعض. بيقول لها تمام، أنتي من تطبخين خلاص. الناس بتكون بتضحك عليهم وبيقولوا هذا اثنان يقتلون حقا، وبيكونوا مقتنعين إن هي فعلا ما بتجيش الطبخ، وان بطلنا فعلا بيبص بصة مدللة جدا. من الافضل ان هم يبقوا الامر في العائلة. يبدأوا فعلا يخلصوا الاكل. الزوج الاول بيخلص الاكل وبتدوق البنت اللي معاه وبتقول له اي انت مذهل، اول مرة ونجحت. يقول لها لا شيء، انا فقط التقطت الاشياء بسرعة وبدأت اشتغل. والناس بتكون بتقول ليس بالضرورة، ربما هو مجرد رجل ثري رأى الكثير، من الطبيعي ان يبقى هادئا في مكان صغير مثل المطبخ. الزوج التاني بيبدأوا ياكلوا، واللي بيقول اعتقد انه خطأ التوابل، مش كده واضح ان الاكل بيكون وحش جدا. بطلتنا بتكون جايبة الطبق اللي بيكون شكله مش حلو ابدا، وبيقول بطلنا يبدو انه صالح للاكل، على الاقل ان هو مطبوخ. بتقول له جربه، بدأ ياكل وبيفكر في ان الطعم في الواقع كويس جدا. بتفكر بطلتنا بيقول لقد جعلته يبدو سيئا عن قصد، فقط تم التحكم في الطعم بعناية. بيقرب منه زوج من الازواج وبيقول له هو الطبق ده صالح للاكل فعلا. بيقول له تمام. بيقول له دعني اجرب. بطلنا هنا بيشكر بطلتنا على عملها الجاد وبيبدا ياكل، وبيبداوا ياكلوا فعلا. وبيكون متغاظ الزوج التاني وبيقول كيف ممكن هو يكون الطعم جيد بالشكل ده، هو بيدللها اكيد. بتقرب منه اللي معاه وبتقوله تناول كرنبك بدلا من ان تنظر الى الاخرين. بيقول لها تمام. بيقول لها الطبق لذيذ فعلا لكنه مبذر بعض الشيء، وبيسألها اذا كان الكرنب ده مزروع بالملح. مساعد المخرج بيجي وبيقول يوم اول من التسجيل على وشك الانتهاء، في نهاية حلقة اليوم سنفتح قناة التصويت لليوم الاول. وبيقول تفرحوش جدا لو كنت في المركز الاول اليوم، لان الاصوات الغد قد تضعك في المركز الاخير بعد كده. بتقول فوان هل تقصد ان هناك تصويت كل يوم؟ هو علنيا بيقول لها ايوه، هيشوف الجميع تصنيفهم في الوقت الفعلي كل يوم، وسيتم اجراء التصويت النهائي الذي يحدد الفائز في اخر يوم من التسجيل. بتقول بطلتنا ارقام، مش هيكون الفوز ب1,000,000 سهل ابدا، اليوم كان مجرد احماء، العرض الحقيقي آدم. بيقول مساعد المخرج مشاهدينا الاعزاء هل انتم مستعدون؟ يمكننا الان التصويت للملياردير الذي في قلبك. يكون كل الازواج متوترين، وبتفكر هنا اي زوج هيكون هو رقم 1 اليوم. بيقول لها ايه الخطب، انت متوترة؟ تبدأ تتوتر تاني مجرد ما يقرب منها. لكن بيعلنوا بيقولوا في المركز الاول حاليا هو شو اينين ولين جين، المركز التاني تشين شونان وتشين جين، والمركز التالت شاوي ويلان، المركز الرابع فوان وفويو. بتقول بطلتنا بالتأكيد الحصول على المركز الأول شعور رائع، لكن المجموعات الثلاثة الأخرى بالتأكيد مش هتتخلى عنه. وبتقول ده مش تصويت عام، إنها طريقة عامة لاكتساب الأعداء. وبتقول في النهاية يحصل المركز الأول على 1,000,000 نقدا، من لا يجن من أجل ذلك. وبتقول فريق الإنتاج قاسي للغاية، لكن لا يزال علي أن أؤدي دوري. وبتبدأ تتكلم وبتقول بجدية لقد تكتشفوا ذلك بسرعة كبيرة، ممل جدا. وبيقول جين لين أجل لا يوجد أي تشويق على الإطلاق. بيبدأ الناس يقولوا لماذا أشعر أن هذين الشخصين يقولان المال لا بأس، مش ممكن، يلا هي حاجة جاية من السكة خلاص. حد تاني بيقول كما هو متوقع من الأغنياء حتى بعد حصولهم على المركز الأول يمكنهم البقاء هادئين جدا. بيقول مساعد المخرج لقد تأخر الوقت، هذا كل شيء للتصوير اليوم، نراكم غدا. وبيقولوا لنذهب الوقت، حان وقت الراحة. بتقرب هنا من بطلنا وبتقوله احنا نجحنا اليوم. بيقول لها هنا البطل ما تحمسيش كثيرا، غدا سيحاولون بالتأكيد إقناع الجميع بأننا أغنياء مزيفون. بتقول هنا لين جين محق، المجموعات الثلاثة الأخرى بالتأكيد لم تقف مكتوفة أيدي وتشاهدنا النفوذ من المركز الأول، لكن لا يمكن فقدان الروح المعنوية. وبتقول له أنت تعرف ما هو الشيء الرئيسي البقاء على قيد الحياة في عالم فنون القتال؟ بيسألها وبيقول لها الفروسية. بتقول له لا،
إنه الجلد السميك. وبتقول له هل أنا سأخاف وأنا شخص حافي القدمين ممن يرتدون الأحذية؟ أجرؤ على حضور هذا العرض دون إنفاق أي أموال لمنافستهم في الثروة. هل تعتقد إن أنا شخص عادي؟ وبتقول له عشان كده عليك إن أنت تحافظ على ثقتك بيه، سنفوز بالمليون نقدا أكيد. وبتقول له لقد قمت بعمل جيد جدا اليوم، وهذا أمر مثير للإعجاب. يكون هنا ما بيردش عليها، بتفكر بتقول هو ما بيردش ليه؟ هل لأننا لم نعرف بعضنا البعض لفترة طويلة؟ وبتقول لا، ممكن لأننا شركاء فعلينا بناء علاقة جيدة. بالطريقة دي هيكون عملنا الجماعي أفضل وهتكون فرصنا في الفوز أعلى. بتقول له احنا شركاء رائعون، لقد أثنيت عليك للتو، ألا تريد أن تثني علي؟ وبتقول له ما رأيك في أداء اليوم؟ هل هناك أي مجال للتحسين؟ بيكون هنا متوتر جدا، وبتقول له انت ليه ما بتقولش أي حاجة؟ بيبص لها وبيضحك. وبتقول أول مرة أراه بيبتسم كده، يبدو إن هو وسيم نوعا ما. وبيقول لها لم يكن طبخك سيء، لكن لا تكرري ذلك مرة أخرى. بتقول لم يكن سيء ليس لطيف على الإطلاق. إيه التعليق اللي هو قاله ده؟ وبقول لها هتأخر الوقت، أنا هطلع للطابق اللي فوق علشان أرتاح. بتقول له تمام استنى، أنا كمان هروح، هنتمشى سوا. وهم طالعين بيقف فجأة. بتقول له أنت وقفت ليه؟ بيقول لها بصي مين هنا؟ بتقول لي لان. إيه اللي أنت بتعمليه هنا؟ بتقول لهم أرسل لي شاويل رسالة نصية يقول فيها أنه لا يستطيع النوم، عشان كده ربما لم يعتد على المكان الجديد، أنا هروح له. بتقول لها تمام أنا فهمت الأمر، من الأفضل أن تذهبي، فهو أكيد في انتظارك. بتقرب من بطلنا. بتقول له لين بص، هل ستتمكن من النوم الليلة ولا هتحتاجني؟ إن أنا ما بيكملش كلامها وهنا بيقطعها. بتقول لها أنت عارفة إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ تقريبا بطلنا بيكون فهمها غلط. وهنا واقفين في الفصل اللي فات على شو إينين وهي بتقول له اعتدت على النوم في مكان جديد، أمل ألا يكون الأمر مملا للغاية. بيقول لها وإن قلت نعم ماذا تفعلين حيال ذلك؟ بتقول له أضفني على تطبيق المراسلة سأريك شيئا مذهلا للغاية. وبتقول له أضمن ليك ليلة مليئة بالأرقام المثيرة وتجعل نبضات قلبك متسارعة ومليئة بالروح القتالية. وبتقول له لأضيف القليل من الألوان على ليلتك الطويلة الوحيدة والصافية. بيفكر وبيقول أيوة، عاد الشعور الغريب مجددا. بتقول له عد غرفتك بسرعة، فلم يتبقى الوقت الكثير للنوم. وبتقول له لا تدع الآخرين يروه أبدا، ده ليك انت بس. وبيقول ايه اللي بيحصل بجد؟ هي غامضة جدا. بيدخل اوضته وبيفتح اللي هي عطتهوله، بيلاقي كلام كتير وشتات وحد بيقول امر صادم هي اللي لابد من معرفتها لاستعراض ثروتك. بيكون كلام كتير. بتقوله تمام ده مثير وحماسي كفايه بالنسبه ليك مش كده؟ وبتقوله بعد قراءه كل ده انت مش بتشعر بالحماس والنشاط وان انت مستعد لسحق المليون ده؟ وبتقوله اراهن ان ييلان ذهبت لغرفه شاولي لوضع استراتيجيه لا يمكننا التراجع دلوقتي. من الافضل ليك الليله ان انت تدرس بجد وتوسع مهاراتك في استعراض الثراء. لكن هنا بيبص وبيعرف ان هي قالت ان هو مجرد شاب كسول ومدلل وما بيعملش اي حاجه مثمره ابدا، والناس بتنتقده لانه ما بيستحقش شويني. بيكون متضايق جدا وبيقول لها ان هو مش هيشوف. بتقوله ليه؟ بيقول لان انا سيد شاب كسول وعديم الفائدة. وبيقول لها المشاهدون قد فقدوا اهتمام بيه بالفعل. بتقول له ان هو مجرد تمثيل ضروري، كل ده من اجل المليون. وبتقول له ان هو ما يدققش في التفاصيل. بالاضافة لده الامر مش وكأننا سنعيش قصة حب حقيقية، فقط العب الدور الذي اعطيناك اياه. وبتقول ليه سكت فجأة، وبتتساءل اذا كان غاضب منها ولا ايه. وبتقول ده مستحيل. بيجي تاني يوم حد بيخبط عليها. بتقول لها استني ثواني انا جايه اهو. بتقول لها انت بتصحيني ليه؟ بتقول لها صديقك هو من طلب مني ده. لقد رتبت ادارة البرنامج لذهابنا للتسوق بعد وجبة الافطار، من الافضل ان انت تستعدي. بتدخل وبتقول هو ليه لسه مردش عليا لحد دلوقتي ومتصلش عشان يصحيني. وبتبعت له بتقول فريق البرنامج قام بالترتيب، لما لم تخبرني؟ ألسنا شريكين بيكون تفكيرها قبل مقاومة المشاكل الخارجية يجب اولا تسوية الامور الداخلية. اليوم من المفترض ان نقاتل جنبا لجنب ضد الغرباء، فكيف يمكن لذلك ان ينشأ واحنا عندنا صراع داخلي اصلا؟ بيقول لها الطابق الثالث مخصص للضيوف الاناث، انا رجل وهذا غير لائق. بتقول تمام، دقيق محدد للغاية، طالما انه مش مستاء فالامر بخير، ما ينفعش ان انا اسيب المليون يعدي كده. وبالفعل بتكون نازله وبتقول صباح الخير لكل الناس. الناس بيقولوا 3 دقايق اريد كل المعلومات عن الفستان اللي هي لابساه. اينين صديقه للبيئه حقا ووطنيه وتملك قيم صحيه، وبيراهنوا ان شو اينين جايه من عيله ثريه فعلا، وبيكونوا بيمدحوها هي ولين وبيقولوا ان هم اثناء حلو جدا. تيجي بتقول له نذهب لنباشر المهمه. وبتقول له اخبرني كيف للمرء ان يذهب للمجمع التجاري خلال الوفاض ويستعرض ثراءه بكل الاناقه دي ثم يغادر خلال الوفاض مجددا؟ بيقول لها خلينا نتصرف وفقا للموقف فحسب. بيجي زوجين بيقولوا كيف علينا نحن الرجال ايضا الدخول،
واللي معاه بتقوله لو ما دخلتوش مين هيحمل الأغراض. ويجي الأخ هو بيقول لاخته اذهبي للتسوق، لن أدخل هذه المرة، اختاري بعناية ولا تدعي أحدا يخدعك مجددا، اتصلي بي عندما تنتهي. بتقول له وكيل الشراء ده لم يكن جدير بالثقة أبدا، من كان يظن أنه يتجرأ على إرسال بضائع مقلدة عشان يخدعني. وبتقول له إذا اذهب واجلس في ذلك المقهى لبعض الوقت، وعندما أنتهي من التسوق هتصل بيك. وبيعطيها البطاقة بتاعته. يعني الناس بتقعد تفكر فيهم وبتقول أريد أخا صالحا كهذا أيضا، لا حاجة لمرافقتي في التسوق، يكفي أن يعطيني البطاقة فحسب. وحد تاني بيقول حد علمي للتقدم بطلب الحصول على بطاقة ذهبية تحتاج إلى إيداع يومي لا يقل عن 6 أرقام كحد أدنى. هذه عائلة ثرية حقا بلا شك، مش كده؟ بيجي الزوجين التانيين وبيقول لها اذهبن للتسوق أيها الفتيات، لن أنضم إليكم، خدن هذه البطاقة واستخدمناها كما يحلو لكم المقهى. بتقول له مفيش داعي لده. بيقول لها أنت حبيبتي ما غير اللائق في إنفاق أموالي. وبيقول لها كوني مطيعة وخديها بسرعة، وبيديها بوسة. بيكون البطل بيقول ده مقرف جدا، ازاي ممكن الإنسان يفرق بينهم؟ وبطلتنا بتفكر أن الابتذال بيجعلها ترغب في حفر قلعة بقدمها من شدة الإحراج. بيجي الأخين التانيين والأخ بيقول لاخته أختاه على الرغم من أنك لا تملكين حبيبا ولا أخا أكبر، ألا أنك تملكين أخا أصغر يمكنك إنفاق أموالي، سأنتظرك أنا أيضا في المقهى. وبيجي الناس بيقولوا هل يتمحور اليوم حول من يستنفذ بطاقات الضيوف والذكور أولا؟ وحد تاني بيقول واو، أكثر ما أحبه هو مشاهدة الآخرين وهم ينفقون الأموال، ده أمر مرضي جدا. وبيبصوا على السيد الشاب لين ما خرجش بطاقته أبدا. وبتيجي الأخت كالعادة أم سلمى وهي بتقول لهم الجميع قدموا بطاقتهم، وحدها شو إنين لم تحصل على شيء. وبتقول إنك تجعلها تفقد هيبتها أمام الآخرين، على الأقل تظاهر بالأمر قليلا، مش كده؟ بتفكر هنا بطلتنا وبتقول هو ما يستطيعش حتى تحمل تكاليف الإيجار، فإزاي ممكن إن هو يملك بطاقة ذهبية أو مسية حتى أو بلاتينية؟ يجب أن أسرع لإنقاذه من المأزق ده. وبتقول لها بادئ الأمر هو صديق لي، ولا داعي لأن يعطيني مال لأنفقه. ثانيا أنا قادرة على كسب المال الخاص ولست بحاجة لإنفاق مال أي رجل. وبتقول لها وختاما المسألة ليست أنه يجعلني أفقد هيبتي، بل أنه يدرك تماما أنني لست ممن ينفقون أموال الآخرين باستهتار، ويعلم أنني ما بهتمش بالمظاهر الزائفة. الناس بتقول إنين مهيمنة وقوية، أليست هذه هي الصورة المثالية لامرأة العصر الحديث؟ وحد تاني بيقول صحيح، هل يجب على النساء دائما إنفاق أموال الرجال؟ شو إنين هي قدوتي الجديدة. حد تالت بيقول هذا هو المظهر الحقيقي لوارثة المليارات، المال وحده يمنح المرء مثل هذه الثقة المطلقة. وبتقول هنا بطلتنا ما قلته لا يحمل أي مغزى آخر، ده مجرد رأيي الشخصي وربما يختلف عن آرائكم. بتقول هنا الأخت تبا لقد نجحت في التباهي واستعراض نفسها مجددا. بص بطلتنا وبتقول له بصفتك رجلا ليس من المريح أن تتبعنا نحن النساء، اذهب معهم إلى المقهى وانتظرنا هناك. وبيكون تفكيرها تبا لقد نسيت أمرا هاما، لين لا يملك أي مال، لا يمكنني السماح بأن يصل به الحال لعدم القدرة حتى على شراء رشف ماء. وبتحول له فلوس وبتقول له لكي تشتري ماء لتشربه. بيقول لها هنا زجاجة المياه المعدنية لديهم تبلغ 25 يونا. بتقول له ايه اللي انت بتقوله ده؟ وبتقول له اسمع انا مش مغفلة، ايه المية المعدنية اللي ممكن تتكلف 25؟ يقول له انا مش بخيلة، لكنك تبلغ من العمر 21 عام بس ولم تدخل المجتمع فعليا بعد، كأخت كبرى تتحدث عن خبرة، المال مش سهل في جنيه. تقول له 500,000 يوان نحتاج الى ادخارها لتكون بمثابة جهاز لزواجك المستقبلي. وبتقول له الاعتماد على المظهر والوسامة فقط لا فائدة منه، عشان كده نصيحتي ليك ان انت توفر اينما استطعت وتتحمل الان، وبعد ان انتهي من التسوق هشتري ليك حليب الكالسيوم. وبتقول له قاعد 10 يومات بعدها. بيضحك هنا بطلنا وبيقول إذن بعد كل هذا الكلام الطويل الجملة الأخيرة هي المغزى الحقيقي، مش كده؟ ووقت ما هي بتتكلم معاه في الموبايل بتقول لها الأخت انت مشغولة في ايه دلوقتي؟ بتقول لها مفيش حاجة. بتسألها إذا كانت بتكلم صديق، تقول لها لا. بتقول لها ممكن هو يكون حبيب؟ بتقول لها أنا ما بملكش أصلا حبيب. الناس بتقول السيد الشاب هل سمعت ذلك؟ عزباء أسرع بالتحرك. وحد تاني بيقول السيد الشاب لا يزال بحاجة لبذل المزيد من المجهود. بتقول أختي التانية أعتقد أنك ولين متوافقان وثنائي رائع. فوان بتكون ماسكة فستان كده. بتقول لها واحدة من الزوجات الفستان ده يبدو مألوف جدا، مش الفستان ده هو اللي لبسته شو إنين بالأمس؟ في حد من الناس بيقول بحثت للتو عن سعر الفستان ده على الموقع الرسمي انه يبلغ 28,000 يوان. التصميم متشابه لكن السعر مختلف. وبيقولوا فستان شو إنين لا يزال الصفقة الأفضل، أريد شراء الفستان ده أيضا، هطلب تصميم شو إنين حالا. فوان بتقول كيف يمكن أن يكون هو نفسه؟ كيف لبضائع البسطات الشعبية في الشوارع أن تقارن بملابس تبلغ قيمتها 28,000 يونان؟ بتقول هنا شو إنين أجل إنه مختلف حقا، فثمنه يزيد بأكثر من 20,000.
ناس بتضحك وبيقولوا ان هي قابلت حسنا جدا، وبيسألوا لماذا يوجد هذا الفرق الكبير في السعر بين تصاميم متشابهة. اعتقد ان فستان شو إنين يبدو بجودة جيدة جدا ايضا. وحد تاني بيقول لقد تفقدت الموقع الرسمي، قماش الملابس لا يختلف تقريبا، الفستان الباهظ الذي يزيد سعره عن 20,000 هو مجرد دفع قيمة شعار الماركة ليس إلا. حد تالت بيقول هذا ما يسمى بالاستهلاك العقلاني، شو إنين صافية الذهن وذكية حقا. حد رابع بيقول لكن بعد مشاهدة البرنامج حتى الآن عندي سؤال واحد بس، هي شونين شخصية ثرية فعلا وتنفق بعقلانية، أم أنها ببساطة ما تملكش المال أصلا لتحمل تكلفته؟ وحد بيرد بيقول حتى الآن لم نرها تنفق أي أموال، ولم نرى سيارتها الفارهة أو مقتنياتها الثمينة أو أي شيء من هذا القبيل. فوان بتطلع فستان كده غالي جدا، تسأل البنت اللي في المحل أي فستان هو من التشكيلة الجديدة في متجركم. بتقولها الفستان الطويل ده هو أحدث ما وصل إلى متجرنا، ومع قوامك الجميل ستبدين فاتنة جدا بارتداء أكيد. بتبص هنا وبتقول إني لقد سألت موظفي المبيعات للتو عن أحدث التشكيلات صالتهم وقد أحضروا الفستان الطويل ده، لكني أعتقد أن الفستان ده بيناسبك أكتر، إيه رأيك؟ الأخت التانية بتقول إني نجربي، أعتقد إن الفستان الطويل هيبدو جميل جدا عليكي فعلا. في الناس بتقول على الرغم من إني وجدت فوان مزعجة بعض الشيء منذ بداية البرنامج، لكن يجب إن أنا أعترف بإن الفستان فعلا اللي اختارته مناسب جدا لشو إنين تماما، أرفع قبعة لنظرتها الثاقبة. وحد تاني بيقول بالضبط أنا كمان عاوز إن أنا أشوف بشدة الفستان على شو إنين. وحد تالت بيقول لماذا أشعر وكأن فوان تحاول إجبار شو إنين على إنفاق المال، كيف يمكن أن يكون الإجبار ده إجبار للتسوق مش كده؟ إن لم يشتري أحد شيئا فكيف لنا أن نعرف من هي المليارديرة الحقيقية؟ بتبص هنا بطلتنا وبتلاقي سعر الفستان مكتوب عليه 46,000 وشوية فكة، وبتقول إن لم أتمكن من الحصول على المليون فسأحصل فقط على 50,000، ولو حصلت على 50,000 وطرحت منهم حق الفستان هيفضل ليا 3000 وفكة. وبتقول كلا مش هضحي بمدخراتي من أجل فستان في الوقت الحالي. وبتيجي فوان وهي بتقول لها انظري حتى ييلان قالت ان هو بيناسبك، ان لم تشتري هذا الفستان اعتقد بان انت هتندمي فعلا. بتفكر هنا وبتقول لعجب أن فوان كانت تتصرف بلطف شديد، يتضح أنها تريدني أن أنفق أموالي لن أنساق وراء ألعابها. وبتقول لها أنا ما بحبش الإسراف في الإنفاق على المظاهر المادية، إنه أمر مبتذل جدا. بيكون تفكير هنا البنت اللي واقفة في المحل إيه اللي هي بتعنيه بالإسراف على المظاهر المادية، هل تظنين لم أرى أثرياء من قبل أم إنك تتصنعين المثالية حقا؟ وفوان بتقول لها أنت لا تملكين مال في جيبك الآن مش كده؟ بتقول لها هنا بطلتنا لو اشتريت الفستان ده كم ستكون نسبة عمولتك؟ بتقول لها اللي انت بتقصديه. بتقول لها كم يدفع لك المتجر شهريا؟ لماذا تعملين بجد هكذا؟ هل يعقل أنك قمت بادخار المال لشراء تلك الحقيبة الفاخرة من عملك هذا بدوام جزئي؟ تقول لها أنا ما عملتش أي حاجة من دي، إيه اللي أنت بتقول؟ الناس بتقول أجل حتى موظف المبيعات لم يكن مبالغا مثله، لقد كانوا على وشك سرقة أموال شو إينين. وده لأن بعد ما هي قالت لها كده موظفة المبيعات قالت إن أي حاجة تعجبها شو إينين ممكن إنها تاخدها مجاني، وان ده شيء مقدم من البرنامج اصلا. الناس بتقول اعتقد ان فوان فاقده للصبر تماما. في الواقع ايضا اتطلع لرؤيه شو إنين وهي تثبت قدراتها الماليه من خلال الشراء. بتيجي موظفه المبيعات وهي بتقول ممكن ان انا اثبت بان السيده دي مش من موظفي متجرنا. بتقول لها شفتي؟ بتقول لها ان لم اشتري هذا الفستان فهذا لا يعني انني لا املك المال، لم يحن دورك بعد لتقولي لي اين يجب ان انفق مالي الخاص. بيجي هنا المديرة، الموظفة بتقول مرحبا مديرة شان. المديرة بتقول عذرا هل أنت الآنسة شو إينين؟ بتقول لها أيوة أنا، إيه الموضوع؟ بتقول لها أنا شان يعني ومديرة المركز التجاري. بتقول لها لا تقلقي آنسة شو، لن نتقاضى منك قرشا واحدا مقابل الملابس دي. هو بتقول لها قال مديرنا أن جميع الموديلات الجديدة التي اطلعت عليها في المتجر ستقدم لك مجانا. بيكون الكل متفاجئ. بتقول أحزموا كل الملابس الجديدة في متاجركم للآنسة شو. طبعا هنا الموظفة بتكون متفاجئة جدا لأنها كانت أخذة نظرة وحشة جدا عن بطلتنا. تكمل المديرة وبتقول لها ما تقلقيش يعني مش هنتقاضى منك قرشا واحد مقابل الملابس دي، لقد قال رئيسنا أيضا أنه لا شرف لنا أن تتسوقي في متجرنا التجاري. وبتقول هنا الموظفة أنا ظننت أنها كانت بتتباهى فقط لأنها فقيرة، لكني ما توقعتش أبدا أنها متواضعة حقا ومتمكنة، لقد انتهى أمري. وبتقول إنها تابعة للرئيس، هل قمت للتو بمساعدة منافستها؟ وبتتساءل هل وظيفتي في خطر؟ بتقول بطلتنا يا إلهي لن أجرؤ حتى على فعل ده في أحلامي، يبدو أن أحلامي لا تزال مقيدة للغاية. الناس بتقول مش ممكن، أوشكت على إنبات شجرة ليمون كاملة يا رفاق. وبيقولوا هذا هو أكبر مركز تسوق في مدينة هاي، وقد قالوا بالفعل أنه لا شرف لهم أن تزور مركزهم التجاري.
حد تاني بيقول الملياردير قد سحق الشقيقات بالتأكيد، وبالفعل بيعطوها الحاجة، وبتقول أي مغفل ممكن هو يملك قلبا طيبا كهذا، من الأفضل أن أرفض الموضوع بلباقة. بتقول لها المديرة أنسة شو لقد قال رئيسنا إذا لم تقبلي هذا سيفقد هيبته وقد لا يتمكن من البقاء في مدينة هاي مستقبلا. الناس بتقول شو إينين كريمة للغاية، لقد وهبت كل تشكيلاتها الجديدة مجانا في كل متجر زارته، لو كنت مكانها لتسوقت حتى يفلس الرئيس. وفي حد تاني بيقول لذا يا صاحبي في الأعلى أنت مقدر لك ألا تجذب انتباه الرئيس الكبير، شو إيمين ليست عادية أما أنت فعادي جدا. بتفكر هنا بتقول على الرغم من أنني لا أعرف ما الذي يحدث إلا أنه سيكون من السهل كشف الأمر إذا تحدثت كثيرا أثناء تسجيل البرنامج، سأعيد سليما بعد العرض. والناس بتقول لو لم أكن ملياردير لكنت غسلت شعري وأنا واقف مقلوبا. ما هي العلاقة بين الرئيس الكبير وشو إينين؟ هل يعقل إن هو معجب بيها؟ وبتقول السيد لين تعال بسرعة لديك منافس. وبتقول هنا بطلتنا يلا نكمل تسوق، ويكونوا الباقيين متضايقين جدا. وبتقول هل من الضروري أن نذهب للتسوق هنا مجددا؟ لقد سحقنا تماما. وحد بيقول يقال أن رئيس مجموعة شين هو رجل يبلغ من العمر 40 عام تقريبا، هل لديه أي دوافع خفية لكونه لطيف جدا مع شو إينين؟ بيجي مساعد المخرج والمخرج تقريبا وهما بيتكلموا بيقولوا من أين عثرت على مثل هذا الرجل القوي، حتى الرئيس الكبير لمجموعة شين يتعين عليه إظهار الاحترام لشو إينين، لا أحد من رعاتنا يملك نفوذا يضاهي نفوذ الرئيس الكبير لمجموعة شين. بيقول هنا مساعد المخرج لقد اخترتهم من على جانب الطريق، مهاراتهم في التمثيل كويسة جدا وأفضل مما توقعت. بيقول له هنا إيه اللي بيعملوا الاتنين؟ بيقول له ما كانش عندهم أي عمل، أثرت عليهم، لم يكن لديهم حتى مكان ليعيشوا فيه، لقد رتبت ليهم فندق ليقيم فيه لمدة 3 أيام. بيتساءلوا إيه اللي حصل يعني مع الرئيس شينج ده. بيقول له أعتقد إن هم استأجروا ممثلين الخاصين بمبلغ 100 يوان الذي قدمنا يعني وبيقول مساعد المخرج على أي حال حقيقة إن كلاهما يعرفان رئيس مجموعة شينج ليست واقعية. بيقولوا تمام ده منطقي، ولكني أشعر دائما بأن هناك شيئا مريبا، هل هما حقا ممثلان مستأجران؟ وبيجي قبل نص ساعة والبطل بتاعنا ماسك الموبايل، وحد بيقوله أنت بتستمر بالتحديق في الموبايل، وبيسأله إذا كان منحرف أو وقع في الحب، وبيقوله إيه اللي تحب تشربه؟ بيقول له هنا قهوة تركية. بيرد عليه وبيقول أنت سريع في تغيير نبرة صوتك. وبيكونوا كالعادة بيتشكلوا على يدفع الحساب، وحد بيقول المبلغ ده صغير جدا لا يستحق الشجار عليه. بيخرج هنا بطلنا وبيقول ان هو هيجي له مكالمة خاصة مفيش حد يجي وراه، وبالفعل بيخرج. بيكون هنا بيقول لحد صديقة ليه موجودة الآن في مركز تسوق تابع لمجموعة شين، أعثر على شخص ما ليقوم بالترتيبات اللازمة واحرص على إظهار كامل الاحترام والتقدير لها. حد بيرد عليه وبيقول تمام، لكن ماذا لو أصرت صديقتك على الدفع؟ وبيقول له ايه اسم صديقتك وكيف تبدو؟ سأرسل الشخص على الفور. بيقول له تمام، فتاة واسمها شو إينين، ترتدي فستان طويل بلون أبيض مائل للصفرة، بالإضافة لذلك هي جميلة جدا. بيقول له حط كل ما تأخذه على حسابي الخاص ولكن لا تذكر اسمي. وبيقفل هنا وبيقول أعتقد أن هذا يعتبر شريكا جيدا مش كده؟ ويعدي ساعة بيكونوا خلصوا التسوق وداخلين عليهم في الكافيه، وبتسأل هنا بطلتنا هو فين لين جين؟ بيقول لها الشخص البارد ده لقد تم أخذه إلى مركز الشرطة. بتقول إيه؟ مش ممكن، إيه اللي حصل؟ وبتسألهم في إيه؟ رد عليها وبيقول لها قبل قليل كنا نحن الثلاثة سبق للدفع عندما سمعنا امرأة تصرخ بلطجي عند مدخل القهوة، ثم رأينا أمن المجمع التجاري يأخذونه بعيدا ويرسلونه لمركز الشرطة القريب من هنا. بتقول لها فوان لقد أرسل إلى مركز الشرطة في وضع النهار لكونه بلطجي في مكان عام. بتقول لها صديقك وسيم للغاية، لم أعتقد أبدا أن هو شخص من القبيل ده. والأخت التانية بتقول ده أمر مريع جدا، لا ينبغي السماح للأشخاص اللي زي دول إن هم يشاركوا في البرنامج. والناس طبعا بتكون نازلة تعليقات وحشة جدا، مستحيل السيد الشاب الكسول هو شخص كده والأشخاص زيهم لازم ان هم يطردوا من البرنامج. وحد بيقول صوتت ليهم الأمس وأريد بس ان انا أسأل كيف يمكن ان انا أسحب الصوت اللي قدمته. وحد بيقول هي معايير البرامج بقت منخفضة كده ليه وايه اللي حصل؟ بتفكر بطلتنا وبتقول اتصرف بتهور وراح لمركز الشرطة، هل تم أخذ شريكي بعيدا بالفعل؟ وبتسأل إذا كان المليون فعلا انتهوا لحد. وبتقول لا، على الرغم من ان انا لم اعرف لين جين لفترة طويلة الا انني استطيع القول انه ليس من النوع اللي بيتصرف كالمجرمين. وبتسأل اذا كان في سوء تفاهم. بتقول تبا، من اجل الشريك المثالي ومن اجل المليون يجب ان اذهب وارى ما الذي يحدث. وبتسألهم في اي مركز شرطة هو. تقول لها الشخص البارد ده هو المركز الذي يبعد حوالي 300 متر عن الساحة الغربية، لو ذهبت سيرا على الاقدام
وبيكون بيكمل بتقوله شكرا وبتمشي. وبتروح بالفعل بتقوله مرحبا أنا صديقة لين، هل يمكنني معرفة ما هو وضعه الحالي؟ بيقولها في الداخل هناك مجموعة متورطة في مشاجرة جماعية ومجموعة تانية تقوم بمضايقة النساء. صديقة مين انتي؟ فبتقول له الشخص المتحرش. بيقول لها تمام تعالي معايا. بتروح لكن ما بتلاقوش، مش فيهم الشخص اللي انا ببحث عنه، وان صديقي مش قبيح زي الاتنين دول. بيقولوا لها هنا ايه اللي انتي بتتحدثي عنه؟ وحد بيقول لها انت صديقة الشيء ده مش كده؟ انا اخبرك صديقك ضرب اخي وعليها ان يدفع الثمن. بتفكر هنا بطريقتنا وبتقول إذن مما يبدو أولئك الذين كانوا يضايقون النساء هما هذان الاثنين، ولين جين اشتبك معهما فقط. وبيكونوا بيزوروا إصابات كده غريبة عشان يلبسوا بطلنا فيها يعني. الضابط بيقول لهم اخرسوا، لو لم تتحرشها بالآخرين هل كانت لتحدث أي إصابة داخلية في الأساس؟ وبتقول لهم هنا انظر إنهما لا يخيفان بمظهرهما فحسب، بل يحاولان أيضا ابتزازي، يجب أن يفلتا بعملتهم بسهولة. هو بتقول كل ده بسببهم، لقد تم فهم لين بشكل خاطئ تماما، بالتأكيد لن تفلتا بسهولة. وبتقوله سيد الشرطي هما بيزالوا بيهددوني لحد دلوقتي لانهم بيكونوا بيزعقوا. وبتقوله ما بيسمحش لي ان انا اتحدث، يجب مضاعفة العقوبة عنهم. بيزعق فيهم هنا الشرطي وبيكون هيزود عقوبتهم. بيقول لها صديقك تشاكر مع هذين الشخصين لانه كان شجاعا ويسعى للحق. وبيقول لها ما تقلقيش هيكون قادر على المغادرة بعد اخذ افادته. وبيقول لها الفتى ده بارع في القتال فعلا، احنا اتحققنا من فيديو كاميرات المراقبة ورأيناه يحمي الفتاة، لقد بدأ بطوليا للغاية. لم يعد هناك الكثير من الشباب اللي بيفعلوا الخير في الأيام دي. وبتقول أنا متوقعتش أن لين الذي يبدو بارد وانطوائي طيب القلب في الحقيقة لهذا الحد. وبتروح عشان تشوفه. بيقول لها انت جيت تسأله إذا كان بخير ولا لا. وبتقول له انت تعرف قد ايه أنا كنت قلقانة عليك؟ بيقول لها انت قلقانة بشأن المليون مش كده؟ وبتقول له ألا تملك 500 خاصة بك من ضمن ذلك المليون؟ ألا ينبغي لي أن أقلق عليك أنت أيضا؟ وبيكون تفكيره هي لا تزال نفس الشخص الجشع والمحب للمال، ولكن هي دي حقيقتها وطبيعتها أصلا. بتقوله يلا نرجع بقى. وبتفكر وبتقول ما الذي يحدث؟ بدأت أشعر إن الراجل ده يبدو وسيم جدا لما يبتسم. بتقول لا ما ينفعش إن أنا أقع في حبه. وبتقول مهما يكن التحلي بالشجاعة والبطولة وإنقاذ امرأة جميلة هو أمر يستحق الثناء. بيقول لها تمام انت انتهيتي من التسوق؟ بتقوله أيوة. خليني أقول لك، قابلت شخص مغفل سهل جدا اليوم، لقد قال ذلك الأحمق أنه سيعطيني التصاميم الجديدة مجانا من جميع المتاجر التي زرتها. بيقول لها وبتقول له هل تعتقد أنه بيتم استغلالي؟ إن هو يعني اللي بيستغلها. بيقول لها هنا هل من الممكن أن أكون أنا من يتم استغلاله؟ بتقول له أي نوع من المسح هو؟ لو كان عندك هذا القدر من المال هل كنت ستظل عاجزا عن دفع الإيجار؟ بيجي مساعد المخرج وبيسألهم ايه اللي بيحصل. بتقوله ان هو مجرد سوء تفاهم، لين كان هو من يتصرف بشجاعة قبل قليل. بيقول لها انت ما شفتيش السوشيال ميديا؟ بتبص هنا وبتقول لا مش ممكن، بيكون كله بيقول ان هم يخرجوا من البرنامج وان هو حد وحش جدا ومتحرش. بيجي الإخوة بقى وهم قاعدين لسه في المتجر والبث شغال. وبيجي هنا النادي اللي هو بيقول عفوا هل كنتم مع الشاب اللي اخرجه الأمن للتو؟ بيفكروا هنا وبيقولوا لابد أن المدير قادم ليطلب تفسير، أليس كذلك؟ ربما يطردونا من المقهى. والبنت بتقول نحن نبث مباشر الآن، لو طردونا هنكون مذلين أمام البلاد كلها. وبتقول لهم لقد جئنا معا لكننا كنا نسجل برنامج معا، عشان كده ما احناش قريبين من بعض أصلا. بيقول لهم لو جئتوا معا إذن طاولتكم اليوم يمكنك أن تطلب أي شيء على الحساب علينا. بتقول له هنا تقصد ان هو مجاني؟ يقول لها ايوه، الشاب اللي معاكم شاب طيب وواقف في وجه الظلم، وده امر لا تراه كثيرا في المجتمع. بيمسكوا الموبايلات وبيلاقوا الدنيا اتقلبت تماما، وان هو بيتصدر الترند والجميع بيمدحوه على شجاعته وانقاذه الفتاة جميلة. بيكون الكلام اتحول تماما بعد ما الحقيقة ظهرت، ويكون الناس بتقول من كان يسبهم قبل قليل فليخرج ويعتذر. كل ده خطأ شوي، ما قاله جعل من الصعب ألا يساء الفهم. وحد بيقول أنا آسف كل شيء خطأي، وللتعويض سأضع كل أصواتي لفريقهم الليلة. وبيدخلوا هنا عليهم، بيبصوا هنا بطلتنا بتكون متضايقة قوي. بتقول لو لم يكن أولئك الثلاثة يتحدثون بهراء أمام الكاميرا لما تعرضت أنا ولين جين للإهانة الشديدة دي. أما فيما إذا كانوا قد ضللوا الرأي العام عمدا فهذا ما يزال بحاجة للانتظار. بعد كل شيء أنا ولين في المركز الأول الآن، لابد أن نكون على حذر. بيطلع الأخ البارد ده وبيقول لهم أنا آسف أنا سئت الفهم سابقا. بتقول له تمام على ما فعلتم مفيش مشكلة، قدراتكم العقلية محدودة أستطيع أن أفهم ده. والناس بتقول بالضبط أي شخص لديه قليل من الذكاء لن يسرع إلى استنتاجات من بضع كلمات. وبيقولوا أنا عاوز بس أسأل ألا تؤلمهم وجوههم؟ بيجي مساعد المخرج وبيقول ترتيب اليوم قد صدر. المركز الأول اليوم كالعادة هو شو وين ولين جين، والتاني تشين تشا وتشين جين،
والتالت هو شاوي ويلان، والرابع هو فوان وفويو. بتقول هنا فوان دي النتيجة بتاعت الأمس، مش كده؟ انت ليه بتقول كده ومتغيرش أي حاجة؟ بيقول لها ازاي ممكن يكون ده ممكن، دي نتيجة اليوم، برنامجنا يبث على شبكة بالكامل، لا تشككوا في مصداقية البرنامج. وبيقول لها لا يزالون في المركز الأول اليوم، هل لديكم ما تقولون للمشاهدين أو كيف تشعرون؟ بتقول هنا بطلة أليس هذا متوقعا؟ بيقول مساعد المخرج المشاهدون يقترحون إجراء بث مباشر غدا، ايه رأيكم؟ بتقول تمام مفيش مشكلة. وبتكون أخدة بطلنا وبتقوله تعالى معايا، لازم ان احنا نتعاون ونكون متناغمين. وبتقوله لا تدع المشاهدين يلاحظون أي شيء، هل فهمت؟ بيقرب منها هنا وبتفكر، بتقول حتى لو كنا نخشى أن يسمعنا الآخرين، أليس هذا القرب مبالغ فيه؟ بيقول لها هنا نحن الاثنين، من أين يأتي هذا التفاهم الضمني؟ بتفكر وبتقول أيوة عرفنا بعض المدة قل عن 5 أيام في المجموعة، بخلاف اننا نعرف اسمائنا ما نعرفش اي حاجة عن بعض. وبتقول المجموعات التانية ازواج او اشقاء، عشان كده التفاهم بينهم اكيد هيكون كويس جدا، يبدو اننا بحاجة لاعداد مسبق. وبتقول له هل تريد الادعاء؟ بيقول لها لا. بتقول له تمام لا بأس، خلال البث المباشر مهما سأل المشاهدون سأجيب على كل شيء، أنت فقط أومي براسك. بتقول له بالطريقة دي مش هنقول إجابات مختلفة في نفس الوقت ونفضح أنفسنا. بيقول لها تمام هتبعك. وبالفعل بيجوا للبث المباشر، بترحب بيه شو، بتقول لهم لو عندكم أي أسئلة اسألوا. بالفعل بيبدأوا يسألوهم وبيقولوا شو ما هي علاقتك بالشاب لين؟ هل أنتم ثنائي عاطفي؟ بتقول لا احنا مجرد أصدقاء عاديين. حد تاني بيقول مش ممكن يكون في فرصة ان انتوا تكونوا مع بعض؟ بتقول لا مش ممكن ابدا، هو مش جيد ليا، هو صغير جدا، وان هي مش عاوزة اخ صغير. طبعا بيتفاجئوا جدا وبيقولوا لين دافع عن نفسك، سيد لين مش هيفسر، لابد ان هو قلبه محطم. حد تاني بيقول العمر مش مشكلة، ثق بيه شو ستتغير رأيها، مش كده يا سيد لين؟ بيسألوا عن عمل عائلتهم. بتقول هنا بتطلتنا مجرد أعمال صغيرة لا شيء يستحق الذكر. وبتفكر وبتقول إدارة متجر هو بالفعل عمل صغير. بيسألوا عن عائلة الشاب لين، تقول لهم إن هو عائلته بتملك مناجم. بيكملوا هنا أسئلة وبيقولوا لماذا أتيتما أنتم الاثنان إلى البرنامج؟ بتقول هنا أردنا تغيير الأجواء وقضاء وقت ممتع. وبتكون تفكيرها أننا فقراء ومش عندنا أي مكان لنعيش فيه. حد بيقول عرفت أن الأغنياء يفعلون هذا البرنامج فقط من أجل المتعة. وبيقول إذا حصلتم على 1,000,000 ماذا ستفعلان بالمال؟ بتقول أعطي المال لمن هم في حاجة إليه. وبيكون تفكيرها زي أنا فعلا بحاجة للمال ده. بيبصلها بطلتنا وبيقول فقط هي تستطيع أن تجذب بهدوء. حد بيقول مؤثر جدا شو إينان، استطعت 1,000,000 للمحتاجين، قلبها كبير جدا. حد بيقول أريد أن أسأل سؤال، ماذا تفعلون كل يوم في المجتمع الراقي؟ بتقول ما الذي يثير الفضول في ذلك؟ نحن أناس عاديون، نأكل ننام ننشغل نعمل. حد بيقول كيف يكسب الأغنياء أموالهم؟ هل يمكنك أن تخبريني كي نتعلم ونضيق فجوة الثروة؟ بتفكر هنا بطلتنا وبتقول يا أخي لقد أصبت الهدف، أنا أيضا أريد حقا أن أعرف إزاي الأغنياء بيجيبوا الفلوس دي، وما بتعرفش ترد وقتها. هنا البطل بيقول نورث العمل العائلي. يكون هنا رد فعل الناس يا له من رد متواضع. لين جين يقترب فجأة كم هو وسيم هتافا لوجه الشاب الصغير. قرب هنا للكاميرا. بتقول هنا فقط اسألوا أسئلة لا ترسلوا الهدايا. وبتقول هذه المنصات تأخذ حصة كبيرة في الوسط، لا يستحق ذلك، لا تجعلوا المشاهدين ينفقون. وبتطفي خاصية الإكراميات. الناس بتقول كيف تم إيقاف خاصية الإكراميات؟ أنتم الذين لا تملكون مناجم تريدون إرسال هدايا لأولئك الذين لديهم مناجم، ما الذي تفكرون فيه؟ وحد بيقول لقد جئت للتو من غرف البث المباشر الثلاث الأخرى. المجموعات الأخرى الثلاثة قالت أنه لا داعي لإرسال الهدايا، لكنها لم تعطل خاصية المكافآت، عشان كده للسبب ده بس سأصوت لشو إينان ولين اليوم كمان. وبتقول لهم لا داعي لإرسال الهدايا، يمكننا فقط الدردشة هنا. حد بيقول يا إلهي الشاب الصغير ابتسم. نظرة الشاب الصغير ليست بريئة على الإطلاق. بتكون هنا بتبصله بطلتنا وبتقول يا له من وجه يجلب الكارثة للوطن والشعب، وتكون مبسوطة منهم. وبتسأل هنا إذا كان في أي حاجة تانية عاوزين يسألوا عنها، وإذا ما كانش عندهم أسئلة تانية ممكن هم ينهوا البث. بيقول هنا حد عندي سؤال، إيه هي علاقتك بالمدير الكبير لمجموعة شينغ؟ لماذا أعطاكي النموذج الجديد مجانا؟ بتقول أصدقاء. وبيكون تفكيرها أنا كمان عاوز أعرف هو ليه عمل كده.
حد يسأل سؤال مستفز جدا: هل كان إنقاذ لين بالأمس سيناريو مكتوب لكسب استحسان المشاهدين؟ أعتقد أنه على الأرجح سيناريو. الأيام دي الناس بتعمل أي حاجة لجذب الانتباه، بتتعصب هنا وبتفكر لين قام فعلا بعمل خير حقيقي، عمل خير حقيقي، كيف يمكن ان هو يسويه سمعته بالشكل ده؟ وبتقول هنا ليس سيناريو مكتوب، لو كان مدبرا لما حدث ذلك المشهد خارج نطاق الكاميرا. وبتقول كمان تعريف فعل العدالة بأنه تملق للجمهور هو خيبة أمل لمن قدموا المساعدة. وبتقول أولئك الذين شكوا في الأمر سابقا آمل أن تخرجوا تعتذروا لين دلوقتي. ولحد هنا بيخلص فصلنا النهارده. يا ترى ايه اللي هيحصل في اليوم الثالث؟ هل هيكون التصويت لصالحهم ولا هيكون لصالح حد تاني؟ ويا ترى حصل ايه في البث المباشر للباقيين؟ ده اللي هنعرفه من خلال الفصل الجاي. ما تنسوش تعملوا لايك واشتركوا في القناه وسيبوا رايكم في كومنت عشان ده بيفرق جدا جدا جدا. الى اللقاء في الفصل القادم.